الشابيتر الاولى من لابواطا ميرفي. في البدايه ديال الفصل كاين وصف ديال الراوي سيدي محمد الراسوم اللي كان طفل باقي صغير في عمره 6 سنين. كان طفل وحداني وعنده خيال واسع، كيحلم بزاف وهو فايق، وكان كيحاول يصيد واحد العصفور باش يديرو صديق ديالو حيت كان كيعاني من الوحده، ولكن ما جا حتى عصفور. من بعد بدا الوصف ديال الدار ديالهم اللي سميتها دار الشوافه. ديجا عطيت الوصف ديالها في الفيديو التقديمي على لابواطا ميرفي. من بعد الراوي ديالنا تذكر واحد الحديث واللي هو الذهاب للحمام مع ماماه، وكان الطفل كيعتبر الحمام جحيم بحالو بحال جهنم وكيخاف منه بزاف. وفي الحمام بدا كيوصف لينا دوك الدراري الصغار اللي كيتجاراو والعيالات كيعوموا وداك البخار والجو السخون ديال الحمام بطريقه انتقاديه. من بعد الرجوع ديالو للدار وقعت واحد المخاصمه بين ماماه ورحمه على النشير ديال الحوايج، حيت رحمه ما كانش عندها الحق في النشير داك النهار وماما هي اللي عندها الحق. بقاو كيتسابوا بيناتهم بكلام غير اخلاقي، وملي جا المعلم عبد السلام من الخدمه بدات مرتو كتشكي عليه شنو وقع وانتهى الفصل.